هانزي فليك مدرب محدود وهارد لك يا غريمي. اي حد كان عارف كويس قوي ان سهل جدا ان برشلونه يجيبوا جون او اتنين او تلاته في اتلتيكو مدريد، ولكن اللي كان صعب ان انت ما تخشش فيك اجوان. لا وسبحان الله سيناريو الماتش يخدمك وتلاقي نفسك 1-0 في اول كام دقيقه، ولحد دقيقه 24 انت 2-0 والماتش عالمي من كل النواحي، لدرجه ان كل الناس كانت متوقعه ان خلاص سكور الماتش رايح لبرشلونه، وبدات الميمز تنزل على سيميوني. ولكن بسبب ان انت مدرب متخلف عقليا ما عندوش غير حاجه واحده بس هو اللي بيعرف يعملها، دخل فيك جون ضيع لك كل حاجه. ومش عايز بقى الكلام بتاع لما تكون بتلعب بهاي لاين هتلاقي ان انت فريق بتاع اتلتيكو مدريد مش هيوصل لك بنفس الكميه. بكل بساطه هو مش هيوصل لك بنفس العدد، ولكنه لما يوصل لك هيبقى خطر، واديك شفت كوره بجون. وبعد كده دخلت الشوط الثاني، خلاص سيميوني خد اللي هو عايزه من الماتش، ان هو جاب جون في برشلونه ورجع كل لعيبته لورا، والموضوع خلص لان هو كمان كان بيلعب على المرتدات واللي كانت خطر عليك. ولكن للماتش ال 500 على التوالي بنتاكد ان انت محظوظ بلامين يامال، لعيب فعلا غلطني انا شخصيا، لان انا كنت متوقع ان هو السنه دي هيقل، ولكنه عقليته بدا ينضج وهو لسه ما وصلش ل 20 سنه. فبصراحه وكل قلبي شابوه لامين يامال. وما تقلقش يا غريم، مش هسيبك لوحدك، وهطلع بكره من بايرن واشوفك على خير في اسبانيا، والف مبروك الدوري.